السلام عليكم. قلتي لي علاش ولا صعيب تلاقى مع شريك حياتك؟ واش المشكل ما بقاوش ولاد الناس او لا ما بقاوش بنات الناس؟ المشكل ماشي ان ولاد الناس او لا بنات الناس اللي ما بقاوش. الناس ولاو خايفين يتأذاو، حيت بزاف الناس عاشوا شي حوايج صعيبة في حياتهم، منهم الخيانة، الكذوب، الطمع وبزاف الحوايج، ولاو كيخافوا يعاودوا يطيحوا في نفس الغلط. داك الخوف كيخليهم يسدوا على راسهم وما يثيقوش بسهوله. وحتى دابا الانسان ما بقاش عنده الصبر، خصوصا في هذا الوقت هادي. يعني كلشي ولا باغي داكشي يكون واجد، يعني ولا باغي العلاقه تكون واجده، التفاهم بلا مشاكل يكون واجد، الحب بلا صبر حتى هو يكون واجد. ولكن الحب الحقيقي كيبغي الوقت وكيبغي التضحيه، حيت راه ماشي كلشي غتلقاه واجد من الاول. وحتى هادشي ديال المقارنات ولا بزاف، خصوصا في هادشي تاع السوشيال ميديا، يعني اثرات على هادشي بزاف. حيت دابا كاينين الناس كتشوفهم عايشين قصص حب وكيبينوا على انهم عايشين قصص حب مثاليه، وكتولي حتى انت تبغي تعيش نفس الشيء، فهمتي؟ وكتنسى ان الواقع مختلف تماما على داكشي اللي كيعيشوا الناس في السوشيال ميديا. داكشي علاش كتولي كتقلب على شي حاجه في الخيال ديالك اكثر من الواقع. يعني راه ماشي ما بقاوش ولاد الناس ولا ما بقاوش بنات الناس، راه باقيين، ولكن خاص شويه ديال الصبر، والانسان يقلب شويه عليه. وحتى ضعف الايمان صعيب. الانسان ولا عنده واحد الضعف في الوازع الديني والاخلاقي بجوج. يعني الانسان كتلقى عنده نقص في القيم الاخلاقيه وحتى الدينيه. الانسان كتلقاه كيبقى كيفكر غير راسو، انا شنو باغي، انا شنو ناقصني، ما كيبقاش كيهتم يعني بالاثار اللي كيخلي في الشخص اللي معاه. وحتى السوشيال ميديا دابا ولات سهلات هادشي ديال الخيانه. داكشي علاش الانسان كتلقاه كيخون بزاف. في زمان كان الانسان صعيب انه يخون بواحد المشقه، ولكن دابا التليفون ولا سهل كل شيء، ولا كيبين لك الطريق سهله. والمشكله هو ان هذا الشيء ولا كيبان عادي، وراه مشكل هذا. يعني الانسان ما بقاش كيشوف من الناحيه الدينيه انا نخاف الله في هذيك السيده، ولا هذيك السيده هي تشوف انها خصها تخاف الله في هذاك السيد. ما بقاش الانسان كيفكر بهذا الشيء كاع. كتلقى بزاف الازواج كيكونوا مع بعضياتهم سنين وسنين، وفي الاخر كيوقعوا لهم شي مشاكل بحال هكا وما كيصلحوش داك الشيء. واحد كتلقاه تيمشي تيقلب على الاهتمام والحنان اللي ناقصو في جهه اخرى، وكذلك المهم في كلا الطرفين، فهمتي؟ بعض الناس ما عندهمش داك المفهوم ديال ان الزواج مسؤوليه وانه واحد الشراكه محترمه. يعني ولو كيشوفوها غير شي حاجه اللي اجتماعيه كيعيشها اي واحد، ولكن كتلقى الانسان في الداخل ديالو ما ملتزمش. الله يرحمنا وصافي.